السلام عليكم يا عشاق الحديد المليح والهمزات اللي كتقلب السوق. اليوم في اوتوبرو غنهضروا على الظاهره اللي دارت زلزال حقيقي في الشوارع المغربيه. طوموبيل اللي فين ما وقفات كتخطف الانظار وكيتجمعوا عليها الناس كيسولوا واش هادي بصح غير جيتار ولا شي ديفوندور هاربه من المستقبل. اليوم غنفرتكو جيتور تي 2 لوكسوري 2026. هاد الدبابه جات بواحد الديزاين اللي كيحبس الانفاس، وقفه صحراويه بامتياز، وكاين اللي كيسميها الوحش الصيني اللي جاي ياكل السوق على الماركات التقليديه. ولكن ركز معايا مزيان، حيت في هاد الفيديو غنجاوبوا على السؤال اللي حير المغاربه كاملين: واش هاد الشكل اللي كيخلع مخبي وراه ماكينه صحيحه ديال الدوم وديال التماره، ولا هي غير ماكياج وشاشات غتعيا وتبرد لك في يدك من اول عقبه. غنفرتكو الميكانيك، الشاسي، ونظام الدفع الرباعي بالمسطره والبيكار باش تعرف واش تحط فيها 45 مليون وانت هاني، ولا غتكون اكبر شمته في حياتك. يلا جبد ورقه وستيلو، حيت هاد الحلقه غتكون هي المرجع الاول والاخير ليك قبل ما تخرج الشيك من جيبك. بنطلع الكابو ونشوفو هاد الدبابة باش كتنفس وسط الزحام ود العقبات د المغرب. LT 2 لوكسوري كتجيب موتور 2.0 توربو كيعطي 252 خيل و 390 نيوتن متر د العزم. تقنيا هاد الارقام كتبين باللي الطوموبيل نشيطه، ولكن الحقيقه اللي خاصك تعرفها هي ان هاد الموتور كيتحارب مع وزن كيوصل لطنين. هادشي كيخلي البواط افيتيس دي سي تي ديال 7 السرعات تكون تحت ضغط كبير، خصوصا في التحيره الاولى وسط زحام كازا ولا الرباط. الجميل في الامر هو ان جيتور استعملت تكنولوجيا تبريد متطوره في هاد الموديل د 2026 باش يتفاداو المشاكل السخونيه اللي كانت في الموديلات القديمه د الشينوا. الموتور كيعطيك تسارع محترم، ولكن نصيحتي لك كاوتوبرو هادي ماشي طوموبيل السباقات ولا التنقيز، هي مخدومه السياقه الرزينه والكونفور العالي. الايجابيه اللي غتصدمك هي الهدوء د الموتور. جيتور استعملت طبقات عازله للصوت في الكابو وفي الجناب، لدرجه انك فاش كطلع الزناقي كتحس براسك معزول على العالم، كأنك سايق صالون مفرش لداخل وماشي طوموبيل غادية فوق القدران. الجيتور تي 2 ما فيهاش نظام 4x4 كلاسيكي تقيل، بل كتخدم بنظام XWD ذكي من شركة بورغ وارنر الألمانية. هاد النظام فيه عقل إلكتروني كيعرف راسو واش في الرملة، في الطين ولا في الحجر، وكيوزع الكوبل على الروايد بشكل آلي بلا ما تدخل انت. ولكن باش نكونوا حريفية وواقعيين، طوموبيل راه مونو كوك، يعني هيكل قطعة واحدة وماشي سي. هادشي كيعني انها بطلة في البيستات وفي طرقان الواعرة الخفيفة، ولكن إلا كرفستي عليها في الحجر الكبير ولا الوديان اللي فيهم الماء والوحل القاصح، راه السسبونسيون ديالها اللي مخدومة للراحة غتقول لك حبس عندك. هي كتعطيك احساس الفور اكس 4، ولكن بذكاء الكتروني ماشي بالعضلات الميكانيكيه التقليديه. واش هاد الذكاء كافي باش يخرجك من الورط؟ غتعرف الجواب فاش نهضروا على التابات في المنعرجات. ملي كتحل الباب للجيتور تي 2 كتدخل لواحد العالم اخر د الرفاهيه اللي كيخليك تشك الثمن ديالها. الفينيسيون داخل طالع على واحد النيفو خيالي، كراسي بجلد الكانتارا مريحين لدرجة انك تقدر تسوق 10 سوايع بلا ما تضرك دارك، وزيد عليها تكنولوجيا التبريد والتسخين اللي كدير فرق كبير في الصيف د مراكش. الشاشة الوسطانية فيها 15.6 بوصة وكتخدم بمعالج سناب دراجون 8155، يعني الانترفيس كطير ما كاينش لاج نهائيا.
ولكن كاين واحد العيب اللي خاصني نقولو ليك بصدق. جيتور حيدات كاع الازرار الحقيقية وردات كل شيء وسط الشاشة. يعني باش تبرد الكليمة ولا تبدل الراديو خاصك تبقى تقلب في المنيو، وهذا الشيء كيشتت الانتباه وانت سايق. الايجابيه الكبيره اللي غتفرح العائلات هي المساحه. طوموبيل عريضه بزاف، تقريبا مترين، وهذا الشيء كيخليك لا تد الناس اللور جالسين مرتاحين بزاف. والطوا بانوراميك كيعطيك واحد الاضاءه كتحسسك باللي راك سايق فيلا ماشي غير طوموبيل. دابا غنهضروا على البوبو اللي كيخلع كاع المغاربه وكيخليهم يتردوا. الاستهلاك، ركز معايا مزيان حيت هنا فين كتبان الحقيقه اللي ما غايقولهاش ليك الكوميرسيال في الصالون. LT2 طوموبيل صحيحه بموتور توربو، وزن ثقيل وشكل مربع، كيتناطح مع الريح، ايروديناميزم ناقصه. النتيجه الاستهلاك في المدينه وسط الزحام كيقدر يوصل ل 12 حتى ل 14 لتر في 100 كيلومتر، وفي الطريق السيار اوتوروت بسرعه 120 كيلومتر في الساعه كتستهلك ما بين 9 و 10 لتر. يعني الا كنتي موظف كيحسبها بالسنتيم وكيضرب الحساب الاخر الشهر، هاد الطوموبيل غتقهرك في الميزانيه الوقود. هادي طوموبيل مخدومه للناس اللي باغي الهيبه والنشاط وما سوقهمش في الثمن د الليسانس. واش هاد الرفاهيه والهيبه كتستحق هاد الضريبه اللي غتخلصها كل سيمانه في لابومب؟ هذا هو السؤال اللي خاصك تجاوب عليه قبل ما تشري. واحد الحاجه اللي بزاف د المراجعات كينساوها هي الامان. الجوتور تي اللوكسوري جات عامره بالرادارز والكاميرات 360 درجه برؤيه تحت الطوموبيل كانها شفافه. فيها نظام الفريناج ديورجونس اللي كيوقف الطوموبيل بوحدها الا شي واحد خرج لك على غفله، ونظام الحفاظ على المسار لين اسيست اللي كيردك للطريق الا سهيتي. هاد التكنولوجيا الشيناويه ولات دابا كتنافس الشركات الكبيره، وحنا جربناها في الفران المفاجئ وكانت الاستجابه ديالها سريعه بزاف. ولكن ركز معايا، هاد الانظمه كامله الكترونيه، يعني الا وقع شي بوق في السوفتوير غتحس باللي الطوموبيل كتبرصدق بالصداعات والانذارات الخاويه بعض المرات. يعني خاصك تولف على طوموبيل كتخليك في سياقتك كل شويه. بزاف منكم كيسولوني في التعليقات السي اوتو برو واش هاد الطوموبيل غتعيش معايا ونهار نبغي نبيعها واش غتموت ليا في يدي؟ شوف، جيتور في المغرب دوبا كتحاول تبني سمعة الحديد الصحيح وكيعطيو ضمانات خياليه كتوصل ل 10 سنين على الموتور. هادشي كيطمئن، ولكن خاصك تعرف باللي الفالور دو ريفونت مازال ما معروفش حيت الماركه باقا جديده. البياس دو ريشونج متوفرين عند الوكيل الرسمي، ولكن الا طحتي في بان بعيد على المدن الكبرى غتلقى صعوبه حيت الميكانيكور العادي مازال ما كيعرفش لهاد التكنولوجيا المعقده. نصيحتي ليك، الا كنتي باغي طوموبيل تبرد فيها غدا يدك ل3 ولا 4 سنين وتبيعها، غتستمتع بها بزاف. ولكن الا كنتي باغيها هي طوموبيل العمر اللي كتورثها لولادك، راه مازال الوقت مبكر باش نحكمو واش صحيحه بحال تويوتا ولا ميتسوبيشي. الخلاصه يا حرفيه، جيتور تي2 لوكشوري 2026 هي الطوموبيل اللي جابت اللوكس للناس اللي باغيين يتميزوا بثمن معقول بين 42 و 46 مليون سنتيم. هي همزة حقيقية للي باغي الشكل، التكنولوجيا والهيبة في الطريق وما عندوش مشكل مع استهلاك الوقود المرتفع. إلا كنتي باغي طوموبيل دل بريستيج اللي كتخلي الناس يدوروا وجههم وراك فين ما دزتي، فهي احسن اختيار دبا في السوق المغربي. في اوتو برو كنعتبروها هي المتمردة اللي غتخلي الشركات التقليدية تعاود حساباتها. وقبل ما نسدو بغيت نسولكم واحد السؤال مهم،
واش نتوما مستعدين تخلصوا الضريبة د الاستهلاك مقابل هاد الهبة، ولا كيبان لكم الديزل كيبقى هو سيد الطريق وما كاين ما احسن من الالماني والياباني؟ خليو لينا رايكم في التعليقات، وما تنساوش اللايك والاشتراك، حيت الفيديو الجاي غيكون على واحد الهمزة اخرى غتقلب الموازين. تبارك الله عليكم.